ولا بيض ولا لبن. النهارده هنعمل قرنبيط المقرمش برد، ونشوف. هنجيب الخلاط بتاعنا، هنحط فيه كوبايتين من الدقيق، كوبايه من النشا، كوبايه ونص ميه. هنبدا بقى نشوف بعد ما نضربهم كده في الخلاط هنشوف التقل بتاعهم، لو احتاجوا ميه تاني او دقيق. اهم حاجه يكون القوام زي قوام الكيك كده، يكون تقيل. هنحط معلقه صغيره بيكنج باودر، وهنحط مكعب فاين فودز بيديله طعم، ده اختياري. وهنحط رشه من الزعفران بودره متوفر عند العطار، بيدي لون حلو بس ما ياثرش على الطعم ولا الريحه ولا حاجه، هو لون بس. شايفين اللون الجميل ده والتقل اللي احنا عايزينه زي قوام الكيك كده. هنبدا نحضر بقيه المكونات اللي هنحطها. معانا الثوم، معانا كمون وملح وفلفل اسود، هندقهم في الهون كويس جدا. نبدا نحطهم ونقلب. الخضره بقى براحتك، هنكون محضرين الخضره مقطعينها، تقدري تحطي بقدونس وكزبره بس. هنحضر بقى طاسه على النار فيها زيت، نكتر الزيت شويه، ونحط معلقه صغيره نشا. النشا هتخلي الزيت يفضل زي ما هو، مش هيتحرق، وكمان هيفضل المقدار زي ما هو كده. شايفين الزيت لونه فاتح زي ما هو، ولا تشربه ولا حاجه.